الحكاية بتبدأ بواد اسمه تويا، كان قاعد في مكان غريب كده متعلق في الهواء بين السماء والأرض. الواد ما كانش فاهم واصل للمكان ده ازاي ولا هو قاعد هنا ليه أصلا. وفجأة لمح راجل عجوز قاعد قدامه. العجوز اتكلم وقال له بص يا سيدي، انت دلوقتي هتتبعت لعالم كله سحر، والعالم بتاعك ده مش هترجع له تاني أبدا، بس ليك حاجة واحدة بس تاخدها معاك من عالمك ده تستخدمها في عالم السحر هناك. تويا حط ايده في جيبه وطلع تليفونه المحمول وقال له انا عايز اخد التليفون ده معايا. العجوز هز راسه وقال له ماشي يا سيدي، ما عنديش مشكلة، صحيح مش هتعرف تتصل باي حد من عالمك القديم، بس التليفون ده هينفعك جامد في عالم السحر، وهتعرف تشحنه بالطاقة السحرية بتاعتك، لانك هتكتسب قوة سحرية جبارة وتقدر تكلمني في اي وقت، وانا كمان هعرف اوصل لك من خلال التليفون ده. وفجأة تويا فتح عينيه ووقف على حيله ولقى نفسه في أرض جديدة وغريبة تماما. هو لسه بيحاول يستكشف المكان ويفهم راسه من رجليه، تليفونه رن. كان العجوز هو اللي بيتصل بيه. العجوز قال له أنا ظبطت ليك التليفون يا بطل، وحطيت لك جواه خريطة لعالم السحر ده، استخدمها عشان تعرف طريقك للأماكن اللي عايز تروحها. تويا طار من الفرحة وبدأ يمشي، وبقى يستعين بالتليفون كدليل ليه في السكة دي عشان يوصل لأول مدينة. بس بسرعة كده لقى نفسه مفلس وما عندوش ولا مليم، وهو عمال يلف ويدور. عدت من جنبه عربية بتجرها خيل، وفجأة العربية وقفت ونزل منها راجل قصير. الراجل بص لتويا وقال له الهدوم اللي انت لابسها دي جبتها منين؟ انا عايز اشتريها منك. الراجل اخذ تويا معاه لحد ما وصلوا لمدينة قريبة، ودخلوا محل الهدوم بتاعه واخد من تويا هدومه واداله مكانها عملة ذهب. تويا لبس هدوم جديدة وبقت في ايده فلوس لأول مرة، فسأل الراجل عن اقرب لوكاندا ينزل فيها، فالراجل وصف له مكان اسمه لوكاندة القمر الفضي. ومشي تويا ورا الوصف اللي على تليفونه وراح ناحية اللوكاندا، بس وهو في السكة اتكعبل في 2 بلطجية في حارة سد. البلطجية دول كانوا واخدين تمثال ازاز صغير من بنتين صغيرين وعمالين يثبتوهم ويهددوهم ورافضين يرجعوا التمثال. تويا قلبه حس ودخل عليهم وقال جرى ايه يا كباتن، في ايه هنا؟ البلطجية زعقوا له وقالوا له وانت مال اهلك، اخلع من هنا بدل ما نتغابى عليك. تويا دور وشه للبنتين وسألهم بكل هدوء تبعوا لي التمثال ده بعملة ذهب؟ واحدة منهم وافقت والتانية كانت واقفة مذهولة ومبرقة. تويا راح لامم طوبة من على الأرض وحدفها على التمثال دش ومت حتة. البلطجية صرخوا قالوا له يخرب بيتك، ايه اللي انت هببته ده؟ تويا رد عليهم التمثال بقى بتاعي خلاص، وانا حر اكسره او اعمل بيه اللي انا عايزه. واحد من البلطجية هجم عليه بمطوة. تويا خف حركته ورجع لورا واداه علقة ونيمه على الارض، وبعدها علم على البلطجي التاني هو كمان وروقه، وراح مطلع العملة الذهب ومديها للبنتين. واحدة منهم شكرته وقالت له انا اسمي إيلا ودي اختي لنسا، وسألوه عن اسمه. فلما عرفوا ان اسمه تويا وانه بيدور على لوكاندة القمر الفضي قالوا له يجي معهم عشان هم كمان نازلين في نفس اللوكاندا دي. بالليل قعدوا مع بعض في اللوكاندا، فإيلا بصت ليه وقالت انت طلعت شديد ومفتري قوي، ما تيجي معانا نقابة المغامرين، تقدر تصطاد معانا وحوش وتعمل قرشين حلوين. تويا وافق وطلع الأوضة بتاعته فوق عشان يريح جسمه. تاني يوم الصبح هم الثلاثة طلعوا على النقابة، بصوا على لوحة الإعلانات ولقوا مأمورية لاصطياد الوحوش. تويا اشترى سيف وكل واحد فيهم طلع كارنيه النقابة بتاعته، وخرجوا مع بعض عشان يصفوا الوحوش دي. كانت في مجموعة ذئاب عمالة تسرح وتلف قريب من المكان. إيلا كانت بتحارب بجوانتيات حديد قوية جدا، ولنسا كانت بتطلق سحر النار عشان تحرق الوحوش دي. تويا دخل معاهم بسيفه، ومع بعض قدروا يخلصوا على المجموعة كلها. لموا القرون بتاعتهم كدليل على انهم قتلوهم وسلموها لموظفين النقابة، واخدوا اول مكافأة ليهم مع بعض. بعدها قعدوا يحتفلوا بشغلهم الجماعي ده في اللوكاندا، وتويا طلبت منهم يعلموه السحر. إيلا حذرته وقالت له لازم يكون عندك المؤهلات المناسبة عشان تعرف تستخدم السحر، من غيرها ممكن تأذي نفسك وتتبهدل. تويا كشر ولها يعني ايه مؤهلات اصلا؟ لنسا شرحت لي وقالت المؤهلات دي هي اللي بتخلي الشخص ينفع يبقى ساحر. تويا سألهم طب وازاي اعرف ان كان عندي ولا لا؟ لنسا طلعت كيس صغير مليان احجار ملونة وقالت له الأحجار دي بتخزن الطاقة السحرية، لو عرفت تستخدم واحدة منهم يبقى أنت عندك المؤهلات. راحت من أي حجر أزرق وقالت ده بتاع سحر المية، وقالت تعويذة كده، فراح طالع منه سرسوب مية صغير. بعدها إيلا مسكت الحجر وقالت أنا معرفش أستخدم ده، ما عنديش توافق مع المية، بس عندي مؤهلات لنوع سحر تاني. لنسا زودت على الكلام وقالت أغلب الناس ما بيعرفوش يستخدموا أكتر من 3 أو 4 أنواع سحر بالكتير، وقليل قوي لما تلاقي حد بيعدي الرقم ده.
تويا سألهم بلهفة طب ينفع أجرب؟ وادوا له الحجر. أول ما قال التعويذة صح طلع سيل مية جبار زي الشلال، الكل وقف مذهول ومبرق عينيه. تويا سألهم ينفع أجرب واحد تاني؟ قالوا له مش هنا خالص، لازم نطلع برا. وخرجوا فعلا برا المكان. خرجوا برا وبدأ تويا يجرب حجر النار، وفجأة الحجر ولع وطلع كتلة ذهب. جرب حجر الأرض فراح مطلع رمل، وبعدها جرب سحر الريح والضوء والضلمة، وكل الأحجار دي استجابت ليه واشتغلت معاه زي الفل. إيلا ولنسا بقوا واقفين مش على بعضهم ومذهولين، وقالوا له انت مين بالظبط وازاي بتعرف تتحكم في كل انواع السحر دي مع بعض؟ تويا لقط حجر شفاف وسألهم طب والشفاف ده نظامه ايه؟ لنسا شرحت لي وقالت الحجر ده مالوش سحر ثابت، يعني انت بتتخيل اي تعويذه في دماغك وتقولها وهو بيعملها على طول. ده حتى ممكن يفتح لك بوابه انتقال سحريه تنقلك في لمح البصر لاي مكان شفته قبل كده او فكرت فيه. جرب كده ورينا. تويا قال تعويذه فالحجر نور وظهرت بوابه قدامهم. بص فيها لقى نفسه شايف المكان اللي كان زاره من شويه. الاختين قالوا له ان بوابه الانتقال دي مش بتفتح غير على مكان انت رحته قبل كده او متخيله ومتأكد منه جامد في دماغك. بعدها رجعوا على اللقندة فالشغالين هناك سألوه بقول لك يا تويا ما تعرفنا على وصفة أكل جديدة نعملها هنا في المحل؟ تويا ابتسم وقال لهم عينيا، أعرف وصفة اسمها الآيس كريم. وراح مطلع تليفونه واداهم المقادير ووقف معاهم يساعدهم. الطعم ما طلع حكاية وكل اللي داقوا اتهبل عليه وسألوه ايه البتاع الغريب اللي في ايدك ده؟ تويا رد عليهم دي عدة سحرية بستخدمها، حاجة كده محدش غيري هيفهمها. بعد شوية وهم بيلفوا في المدينة تويا والأختين عرفوا انهم لازم يوصلوا رسالة مهمة جدا للعاصمة الملكية. بس قبل ما يتحركوا ويشدوا الرحال سمعوا دوشة وزيطة كبيرة في السوق. كانت في بنت لابسة لبس على الطريقة اليابانية وملموم حواليها شوية بلطجية ومحاصرينها. البنت كانت بتحاول تدافع عن نفسها وتتشاكل معاهم بس كانت هبطانة ووقع من الجوع. واحد من البلطجية رفع سيفه وهجم عليها، فتويا بسرعة استخدم سحر الرمل والرمل لف حوالين البلطجي وثبته في مكان مخليه مش عارف يتحرك. وراح تويا ضربه برجله منزله الأرض. إيلا ولنسا دخلوا هم كمان وادوا الباقيين علقة ووقفوهم عند حدهم. بعدها تويا لم البنات وجرى بيهم بسرعة بعيد عن المولد ده. أول ما وصلوا لحارة جانبية البنت شكرتهم على الجدعنة والوقفة دي وقالت لهم أنا اسمي يايا وجاية من مدينة اسمها آشن. تويا استغرب جدا لأن اسم المدينة دي شبه اسم مدينة يابانية في العالم بتاعه القديم، وحتى هدوم البنت كانت كوبي بيست من اللبس الياباني التقليدي. وفجأة بطنها طلعت صوت عالي فعرفوا انها وقعة من الجوع والجو الصيام معاها. اخدوها معاهم وقعدت تاكل بنهم وافتراس غريب يوريك ان هي ما اكلتش من سنة. بعدها قالت ليهم انها رايحة العاصمة الملكية فاقترحوا عليها تسافر معاهم بالمرة بما انهم كده كده رايحين هناك. فطارت من الفرحة ووافقت على طول وبدأت رحلتهم سوا للعاصمة. وهما في السكة تويا قاعد يذاكر في كتاب مليان تعاويذ سحرية عشان يجربها، ولا تعويذة بتسحب الحاجات وتشدها ناحيته. جربها على سيف يايا بس مفيش اي حاجة حصلت. إيلا قاعدة تضحك عليه وقالت له السيف تقيل عليك ولا ايه؟ جرب حاجة خفيفة شوية. فتويا راح عامل التعويذة على شريطة الشعر بتاعت يايا، والمرة دي الشريطة طارت وجت في ايده. البنت راحت مخشبة وشها وقالت له اوعى تستهبل وتستخدم السحر ده عشان تسرق حاجات الناس. تويا رفع ايده لفوق وقال ليها يا ستي والله معاش ولا كان اللي يعمل كده. يايا كشرت وقالت له طب خلاص رجع لي الشريطة بتاعتي لو سمحت. من وقتها تويا قعد يتدرب على تعويذ تانية كتير وكان من ضمنهم تعويذة بتخليه يشم الروايح البعيدة. وفجأة رفع راسه وقال انا شامم ريحة دم. جريوا كلهم ناحية الريحة ولا مجموعة وحوش شبه السحالي ومعاهم راجل غامض عمالين يهاجموا ناس راكبين جوه عربية بحصان. المعركة ولعت. لنسا اطلقت سحر النار ويايا سحبت سيفها ونزل الضرب عليهم بكل شجاعة بس اتكعبلت ووقعت على الأرض وفي وحش نط عليها وكان خلاص هيخلص عليها. فتويا بسرعة عمل تعويذة اسمها الزحلقة فالوحش اختل وزنه ورجليه فلتت واتهبد على الأرض. يايا قامت على طول على حيلها وطيرت رقبته. افتكروا ان الخناقة خلصت على كده بس ظهرت وحوش تانية وبعدها وحوش أكتر وأكتر. تويا عيني ضاقت وعرف ان الراجل الغامض ده هو اللي عمال يستدعيهم فراح مديله نفس تعويذة الزحلقة. فالراجل اترزع في الأرض رزعة تمام وراحوا مكتفينه ومربطينه على طول. شوية وصل الحرس الملكي وشكروهم على المساعدة
والواجب اللي عملوه. وفجأة سمعوا صوت عياط جاي من جوه العربية، جروا عليها ولقوا راجل مصاب بسهم اتغرس في صدره، وفي بنت صغيرة عمالة تصرخ وتعيط جنبه. الراجل كان ماسك ايدها وبيقول ليها انا وقتي خلاص جه وبموت، خدي بالك من نفسك. بس تويا دخل في الموضوع، مسك السهم المكسور وفك سحر من ايده، فالشظايا اللي جوه جسم الراجل دابت واختفت، وراح عمل بعدها سحر الشفاء. الراجل شهق ورايح قايم، وراح قام قاعد على حيله وردت فيه الروح من جديد. البنت وشها نور من الفرحة وقعدت تشكرهم من هنا لبكرة. الراجل عرفهم بنفسه، قال انا اسمي رام وكبير الخدم في بيت الدوك ألفريد، والبنت دي تبقى سوشي بنت الدوك. تويا اتسمر في مكانه من الصدمة، فإيلا وشوشته وقالت له الدوك ألفريد ده يبقى اخو الملك شخصيا، يعني البنت دي من العيلة المالكة. رام انحنى ليهم وقال احنا كده كده رايحين العاصمة الملكية، يا ريت تيجوا معانا وتحرسونا في السكة. وطبعا وافقوا لأن طريقهم واحد. ولما وصلوا العاصمة أخيرا ودخلوا قصر الدوك ألفريد نفسه جرى عليهم وأخذ بنته في حضنه، والراحة ظهرت على وشه بعد الرعب اللي عاشه. بص لتويا وقال له بكل هيبة كتر خيرك يا تويا، انت انقذت حياتها. تويا هز راسه وقال له انا ما عملتش غير الواجب. وبعدين الدوك عزموا على كوباية شاي وقال له انا لي اعداء كتير في السياسه وعايزين يكسروني ويؤذوني في بنتي. في اللحظه دي سوشي دخلت، فابوها سالها بحنيه سلمتي على والدتك؟ قالت له اه واطمنت عليها. الدوك ألفريد اتنهد تنهيده طويله من قلبه وقال مراتي تعبانه جدا وفي حاله خطيره، ونظرها راح تماما. جربنا كل حاجه حتى سحر الشفاء ومفيش فايده، مفيش حد هيعرف ينقذها غير لو كان شخص عنده قوه خارقه ومش طبيعيه. سوشي وطت راسها وقالت لو بس نلاقي حد يعرف يرجع ليها نظرها وعينيها. الاختين بصوا لبعض وبعدين شاوروا على تويا وقالوا هو ده اللي هيجيب من الاخر ويوضبها. دخلوا كلهم عليها. تويا مد ايده وعمل سحر الشفاء على عينيها، والكل واقف حاطط ايده على قلبه في صمت تام. وفجأة فتحت عينيها ونظرها رجع ليها، الدموع نزلت من عينيها وهي بتترمي في حضن جوزها وبنتها. الدوك ألفريد طار من الفرحة وقال انا لازم اديك مكافأة تليق بيك. رام طلع صندوق وكيس فلوس تقيل وادوا الكيس لتويا وقالوا له جوه الكيس ده في 40 عملة بلاتين. البنات بقوا مبرقين وفاتحين بقهم، وتويا عمال يرمش ومش فاهم وقال عملات بلاتين. ايلا شرحت ليه وقالت العملة البلاتين الواحدة بتساوي 100 عملة ذهب، دي اعلى فئة فلوس في البلد كلها. تويا لقى نفسه فجأة بقى غنى فاحش ومعاه ملايين. بعدها الدوك ألفريد فتح الصندوق وقال له دي أوسمتي وميداليات الشخصية، خليها معاك. بالميداليات دي تقدر تدخل أي مكان في العاصمة الملكية من غير ما حد يجرؤ يوقفك. بعد ما سلموا رسالة وخلصوا المأمورية بتاعتهم، المجموعة قعدت مع بعض عشان يشوفوا هيعملوا ايه بعد كده. تويا بص ليايا وسألها وانتي نويتي على ايه؟ هتعملي ايه دلوقتي؟ يايا ابتسمت بصفاء وقالت له انا قررت ادخل معاكم في الفريق وافضل ملازماكم على طول. الباقيين كلهم هيصوا وفرحوا، والفريق بتاعهم بقى اقوى واللقمة بقت مقسومة بينهم. بعد الحكاية دي قعدوا يلفوا ويتفسحوا في العاصمة، وفجأة تويا لمح مجموعة من أشباه البشر، يعني نصهم إنسان ونصهم حيوان، وشاف وسطهم بنت واقفة ومبين عليها إنها محتاسة وفي مشكلة كبيرة. أول مرة بينهم سألها، البنت اتنفضت من الخوف وجسمها بقى بيرعش، فقعد يهدي فيها بالراحة ويسيسها ويسألها مالك يا شطرة في إيه؟ البنت ردت عليه وهي بتعيط والدموع مغرقة وشها، أنا تهت من أختي ومش عارفة طريقها وما بقتش لاقيها. تويا راح مطلع تليفون على طول عشان يحدد مكان أختها، وبالفعل التليفون دله على الطريق وفضل ماشي بالبنت لحد ما رجعها لأختها الكبيرة. الأخت الكبيرة أول ما شافتها أخذتها في حضنها وقفشت فيها من الفرحة وقعدت تشكرهم على الجدعنة والخدمة دي. وبعد ما سلموا عليهم كملوا طريقهم، عدوا على كذا محل وتويا اشترى شوية هدوم جديدة. فالبنات بصوا له وقالوا له الهدوم دي هتاكل منك حتة ولايقة عليك بالملي. تويا وشه احمر واتكسف وابتسم بكسوف كده. بعدها رجعوا تاني للمدينة بتاعتهم، فالبنات خرجوا يشتروا شوية حلويات وسابوا تويا مريح في اللوكاندا. ولما رجعوا قالوا له عايزينك يا تويا تاخد الحلويات دي وتوصلها للدوك ألفريد. تويا شغل سحر بوابة الانتقال وفي ثانية كان مودي ليهم الحلويات. سوشي أول ما شافتها طارت من الفرحة. بعدها تويا قعد يبتكر ويصنع طاولة شطرنج ياباني واداها هدية للدوك ألفريد وقعد يعلمه القوانين وطريقة اللعب بتاعتها. الدوك اتهبل باللعبة وعجبته جدا وفضل قاعد يلعب تويا طول الليل
وما نزلوش خالص. ولما تويا رجع مدينته تاني كان هبطان وجايب جاز ومفرهد على الاخر من قله النوم. تاني يوم الصبح سافروا تاني للعاصمه الملكيه عن طريق بوابه الانتقال، وطلعوا على نقابه المغامرين اللي هناك، نقوا مأموريه لاصطياد وحش عشان ياخدوا المكافأة، وخرجوا عشان يواجهوه. المعركة بدأت ونزلوا ضربة فيه بكل صحة وقوة. تويا ندى على لينسا وقال ليها شغالي سحر التلج يا لينسا، جمد الوحش ده في مكانه. لينسا رمت التعويذة بتاعتها فالوحش اتجمد وبقى لوح ازاز، وراح تويا داخل وراه بضربة جبارة دشدشت الوحش المتجمد ده وخلته فتافيت. بعد الخناقة دي قعدوا مع بعض وفكروا يروحوا يدوروا على كنز في الخرابة والآثار القريبة منهم. تويا جرب تعويذة كشف السحر بس ملقاش أي حاجة، فإيلا اقترحت عليه وقالت له طب ما تجرب تعويذة أقوى شوية ودور على حاجة تكون قيمة وليها سعر. تويا أطلق طاقة سحرية أكبر، وفجأة النور انتشر في المكان كله ولقى حاجة مستخبية في سابع أرض تحت الأنقاض والركام التقيل ده. لينسا ركزت السحر بتاعها وأطلقت ضربة فظيعة نسفت الردم ده كله، فظهر باب ضخم جدا. تويا فتح الباب ونزلوا على سلم طويل ملوش آخر نازل لظلمات الأرض. لينسا عملت كورة منورة من الضوء عشان تنور ليهم السكة، وفي آخر المشوار لقوا حيطة عملاقة منقوش عليها رموز وتعويذ سحرية غريبة. تويا راح مطلع تليفونه ومصور الحيطة دي وبعدين عمل عليها تعويذة، فالجدار نور جامد وفتح على ممر واسع وكبير. دخلوا جوه ومفيش غير شوية ووصلوا للحاجة الغريبة اللي تويا حس بيها من الأول. نفض من عليها التراب ولقوا تمثال مصنوع من الإزاز، وفجأة كورة الضوء اللي لينسا عاملاها بدأت تضعف ونورها يقل، واتضح ان في كوره حمراء جوه تمثال عماله تشفط الضوء ده وتتغذى عليه. التمثال بدأ ينور وطلع له ايدين ورجلين وتحول لوحش ازاز عملاق ومرعب، والارض بدأت تتهد وتتكسر من حواليهم. تويا بلمح البصر فتح بوابة انتقال وشد الكل وخرجوا برها ورجعوا بالسلامة. بس في ثانية تانية ظهر نور سحري والوحش الازاز طالع عليهم تاني ووقف قدام عينيهم. الوحش نط على تويا فتويا فلتت منه بخفة، فراح الوحش مهاجم تاني. لينسا رمت سحر نار بس الوحش شفط النار وبلعها، ويايا نزلت فيه ضربة بسيفها بس السيف ما أثرش فيه خالص والضربة ردت فيها لورا. إيلا هجمت بالجوانت الحديد بتاعها وقعدت تدي لكمات بس برضو اللكمات ما كانتش بتاكل معاه. تويا راح رامي تعويذة الزحلقة عشان يزقوا ويبعدوا، وزعق لينسا اعملي صخرة تلج كبيرة واحدة فيها عليه دلوقتي حالا. وفي اللحظة دي إيلا دخلت بجرأة وكسرت ايدين ورجلين الوحش وفصلتهم عن بعض. افتكروا انهم كده علموا عليه وكسبوا، بس الكرة الحمراء اللي جوه الوحش نورت تاني وطلع عليها ايدين ورجلين جديدة، وراح ضارب إيلا ضربة غبية في صدرها وقعتها في الارض وما بقتش قادرة تنطق. تويا جرى عليها وهو قلقان واستخدم سحر الشفاء عشان يرجع ليها صحتها وفوقها. بدأت فعلا تفوق بس الوحش كان لسه عمال يضغط ونكمل هجوم، ويايا بتحاول تعطله وتقف وشه. في اللحظة دي جت فكرة شيطانية في دماغ تويا، اتقدم خطوتين وعمل تعويذة الشد والجذب، وراحت الكرة الحمراء مخلوعة من جسم الوحش وطارت في الهواء. تويا حدفها لإيلا وهي لقطتها في الجو وراحت مد يدها بنية بالجوانت بتاعها الحديد فدشدشتها فتافيت. الوحش الإزاز بدأ يسيح لحد ما اتمسح من على وش الأرض. بعد المولد ده راحوا حكوا كل اللي حصل للدوق ألفريد، فالدوق قال أنا هطلع حملة رسمية عشان تستكشف المكان ده وتعرف أصل وفصل الوحش ده إيه بالظبط. تويا وراها الصور اللي صورها للرموز السحرية بتليفونه، والدوق ألفريد بقى واقف مبلم ومش فاهم البتاع الغريب اللي في ايد تويا ده ايه. بعد كده رجعوا للوكاندا وتويا استخدم سحر الرسم ونقل الصور من تليفونه لورق قديم. ولما راح تاني لبيت الدوق لقى ألفريد خارج بيجري وراكب العربية الحنطور بتاعته وعمال يزعق لتويا اركب معايا بسرعة. تويا سأله في ايه اللي حصل؟ ألفريد رد عليه ووشه قالب ألوان، أخويا الملك اتسمم، أنا رايح له دلوقتي وعايزك تيجي معايا حالا. وهما في السكة الدوق ألفريد قاعد يتكلم مع تويا وقال له أخويا الملك كان عايز يعمل علاقات دبلوماسية ويفتح خط مع ملك مملكة الوحوش، بس في ناس جوه القصر معترضين على الكلام ده ومش عاجبهم الخط ده، وأنا متأكد إن هما اللي مرتبين عشان يخلصوا منه ويقتلوه. تويا سأله وطب وانا مطلوب مني ايه بالظبط؟ ألفريد رد عليه عايزك تلحق الملك وتعالجه بسرعة قبل ما يموت زي ما عالجت مراتي ورجعت ليها نظرها. تويا وافق وقال معاك. ولما وصلوا القصر الملكي قابلوا راجل اسمه باركا وده يبقى المساعد بتاع الملك. بركة قال لألفريد احنا قبضنا على المجرم خلاص. طلعت سفيرة مملكة الوحوش هي اللي كانت بتحاول تغتال الملك، ورأيي اننا نطير رقبتها ونعدمها فورا، بس ألفريد رد عليه وقال الملك اخويا هو الوحيد اللي هيكرر في الموضوع ده. بركة فاضل يضغط ويقول
الملك بيموت في حال حرجة وممكن يقطع النفس في أي ثانية. في اللحظة دي الشك بدأ يلعب في دماغ ألفريد وتويا ناحية الراجل ده. الحكاية دي قيدت تويا وشغلته جامد. الحكاية شغلت تويا جامد والشك لعب في دماغه من ناحية بركة ورايح ملقنه تعويذة الزحلقة من سكات. بركة رجليه فلتت واتهبد هبدة غبية ونزل متدحرج على السلم. في الوقت ده جوه أوضة الملك كان الراجل متبهدل والسم عمال ياكل في جسمه. بنته يومينا وامها كانوا قاعدين جنبه وهيموتوا من الرعب والقلق عليه. الفريد دخل ومعاه تويا وقعد جنب السرير وشغل سحر الشفاء بتاعه. سحر البلاط الملك اللي واقف بقى مبرق ومذهول من القوه الجباره المرعبه اللي طالعه من ايد الواد تويا. الملك ردت فيه الروح وقام قعد على حيله وصحته رجعت له والفرحه ملت الاوضه كلها. ويومينا جريت اترمت في حضن ابوها. الملك بص لاخوه ساله مين الواد الشديد ده؟ الفريد رد عليه ده اسمه تويا، هو ده اللي عالج مراتي ورجع عليها نظرها ودلوقتي لحقك وانقذك من جديد. الملك قعد يشكر تويا ويومينا كانت عماله تبص لتويا بكسوف وكان باين من نظرتها انها وقعت في حبه من اول نظره. الملك اتكلم وقال مستحيل تكون مملكه الوحوش هي اللي بعتت السفيره بتاعتها عشان تقتلني، هم كسبانين من التحالف ده زينا بالظبط. اكيد في حد جوه القصر هنا هو اللي مرتب الملعوب ده ومقعدنا عليه. قائد الجيش دخل في الكلام وقال بس يا جلاله الملك الكل شافك وانت بتقع وتقطع النفس بعد ما شربت من كاس الخمره اللي السفيره قدمتهولك هديه. تويا دماغه لفت وما بقاش فاهم حاجه فراحوا عشان يشوفوا السفيره دي اللي كان اسمها أوريجا. أول ما تويا دخل شافها عرفها على طول، طلعت هي نفس البنت اللي ساعدها قبل كده ورجعها لأختها الصغيرة. تويا سأل قائد الجيش في حد دخل الأوضة اللي الملك اتسمم فيها بعد الحادثة؟ القائد رد عليه لا الأوضة مقفولة ومحدش حط إيده فيها خالص. تويا قال له طب بينا على هناك. دخلوا الأوضة وتويا شغل سحر التدوير والبحث عشان يتتبع أثر السم. بص ناحية الترابيزة اللي عليها الأكل وقال أنا كده فهمت الفولة وعرفت اللعبة ماشية إزاي، وطلب إن الملك وكل الموجودين يتجمعوا في الأوضة دي وشدد إن بركة لازم يكون حاضر معاهم. ولما الكل اتلم دخل بركة وفجأة اتسمر في مكانه وجسمه ساب لما شاف الملك واقف على حيله وعايش زي الفل. ساحر الملك سأله انت جمعتنا هنا ليه يا تويا؟ تويا رد عليه بكل ثقة انا جمعتكم عشان اكشف ليكم حقيقة الجريمة دي ونعرر المجرم الحقيقي اللي ورا الليلة دي كلها. الكل عينيه بقت عليه ومستنيين الكلمة منه، حتى الفريد قعد ينكشه ويهزر معاه ويقول له انت لسه هتنام وتتمطع يا تويا؟ اخلصوا لنا من هو خلصنا. تويا راح رافع في ايده ازازه خمره لسه مقفوله وقال ليهم محدش دخل الاوضه دي من ساعه ما الملك اتسمم، والازازه اللي في ايدي دي جديده وانا عايز قائد الجيش يشرب منها دلوقتي قدامنا. القائد اخدها وشرب منها وما حصلوش اي حاجه. تويا قال على طول اهو زي ما انتم شايفين الخمره نفسها نظيفه وزي الفل وما فيهاش سم، وبعدين راح صابب شويه من نفس الازازه جوه الكاس بتاع الملك شخصيا وقال ودلوقتي بقى هنجرب نشرب من كاس الملك. بركة ابتسم ابتسامة صفرة وخبيثة كده وافتكر نفسه خلع، بس تويا بصله فجأة وشاور عليه وقال له انت اللي هتشرب من الكاس ده يا بركة. بركة اول ما سمع كده جاله هبوط وركبه ثابت وقال لا طبعا انا برفض اشرب. تويا ضغط عليه وقال له احنا لسه متأكدين ان الازازة نظيفة وما فيهاش حاجة، انت خايف من ايه بقى؟ الملك بنفسه قلب وشه وسأله بصوت جهوري انت خايف من ايه يا بركة؟ العرق بقى ينزل شلالات على وش بركة، وقائد الجيش قفشه من قفاه وعصره وفتح بقه وسقاه الكاس عافيه. اول ما بلع شويه بركه مسك زوره وقعد يصرخ ويصوت ويقول الحقوني انا اتسممت. تويا بصله ببرود وقال له وانت عرفت منين انك اتسممت حالتها؟ انا ما قلتش ان الكاس فيه سم اصلا، اهدى وما تموتش علينا، الكاس ده نظيف وما فيهوش سم ولا حاجه. وبص لوش الملك وقال له السم ما كانش في الازازه من الاول يا جلاله الملك، السم كان مستخبي ومدهون جوه الكاس بتاعك انت، وبركه هو اللي حطه هناك عشان مهما كانت الخمره نظيفه اول ما تتصب في كاسك تتفاعل مع السم وتموتك في ثانيه. وبكده اللغز اتحل والمجرم بان. عيون يومينا بقت بتلمع بالاعجاب وقالت له انت طلعت ذكي ومفتح كمان يا تويا. بس بركه صرخ وقال انا هخلع ومش هتعرفوا تمسكوني، وجرى عشان يهرب. بس كالعادة تويا رزع تعويذة الزحلقة. بركة اتهبد على وشه في الأرض والحرس كلبشوه وأخدوه. إعجاب يومينا بتويا زاد ووصل للسما، وبعدها قعد تويا مع الملك اللي قعد يشكر فيه ويمجد في جدعنته، ويومينا متبتة فيه بعينيها ومعجبة بيه. وفجأة يومينا وقفت على حيلها وقالت بعلو صوتها أنا قررت خلاص أنا بحب تويا
هو ده الراجل اللي هتجوزه. ويومينا بصت لابوها وقالت له يا بابا توافق اني اتجوزه؟ الملك رد عليها وقال لها طالما الموضوع ده هيسعدك ويفرح قلبك يبقى انا موافق وما عنديش مانع. الفرد ابتسم وقال دي ليله بيضه ولازم ليه حفله، وامها زودت على الكلام يبقى الحفله والزيطه هتبقى الليله دي. بس تويا صرخ وقال لهم استنوا هنا، انتم بتقولوا ايه؟ الكلام ده ما يمشيش وما ينفعش يحصل ابدا، انتم اصلا ما تعرفونيش. الملك رد عليه وقال له طالما يومينا شافت انك راجل طيب وابن حلال يبقى انت كده فعلا. الملكه قالت له بنتي عندها عيون سحريه بتعرف تفرق بين الطيب واللي قلبه نظيف وبين الخبيث والشرير. تويا جاله ذهول ومبقاش عارف ينطق، وبعدين قال ليهم يا جماعه انا عندي 16 سنه بس ومش هتجوز غير لما اتم 18 سنه. الملك هز راسه وقال له خلاص يا سيدي قدامكم سنتين تتعرفوا فيهم على بعض وتدرسوا بعض وبعدها قرروا مستقبلكم براحتكم. تويا لقى نفسه محشور في الزاويه ومفيش قدامه غير انه يوافق. تاني يوم تويا رجع لوكاندا والبنات ما كانوش مصدقين وميتين على روحهم من الضحك والذهول ان الواد ده خلاص هيتدبس ويتجوز. في اللحظه دي يومينا دخلت عليهم وقالت انا قررت اني هعيش معاكم هنا طول الفتره دي وهدخل معاكم في الفريق والمغامرات عشان افضل دايما جنب تويا. وبعدها خرجوا كلهم مع بعض وراحوا الغابه، ويومينا شغلت تعويذه اسمها سحر الاستدعاء واستدعت مجموعه ذئاب وادتهم امر وقالت ليهم اطلعوا هاتوا ليا وحوش الغوريلا البريه من شعرهم. الديابه جريوا وجرى وراهم وحوش غوريلا ضخمه ومرعبه، ومفيش شويه ورجعوا. لينسا اطلقت سحر النار وحرقت كذا واحده منهم، وايلا دخلت عليهم بالجوانت الحديد القويه. وبعدين لينسا ويومينا جمعوا قوتهم مع بعض النار والبرق وضربوا ضربه مشتركه نزلت على الغوريلا صفتهم كلهم وخلصت عليهم في ثانيه.